بركة حياتنا ونور بيوتنا، صحتهم أمانة في رقبتنا. أهلا بيكم في المهم الصح. ايه احسن وجبة عشاء خفيفة عشان النوم يبقى احسن؟ وجبة العشاء مهم تبقى خفيفة بالنسبة لكبار السن، وبين الأكل والنوم يبقى المفروض على الأقل ساعتين، عشان بس ما يحصلش المسن ارتجاع أو يبقى الأكل تقيل عليه فما ينامش نوم عميق ويفضل يصحى كتير أثناء النوم. طيب هنقول شوية وصفات كده عن أكلات يقدر ياكلها بالليل بحيث تبقى خفيفة عليه. فممكن بالليل مثلا ناكل بطاطس مهروسه، يعني اسلق بطاطس وناكلها بطاطس مهروسه مع شويه توابل كده، فدي تبقى خفيفه بالنسبه لكبار السن. ممكن اخد معاها مثلا كوبايه زبادي او لبن مثلا دافي كده، ده برضو اللبن بيساعد على النوم. ممكن مثلا اخد شوربه خضار، ممكن اخد معاها مثلا توست، اللي هو توست الحبوب الكامله، ده برضو من الحاجات الظريفه. ممكن اخد مثلا شوربه، طبق شوربه عدس، واخد معاه مثلا ربع رغيف. ممكن اخد ربع رغيف مثلا عيش بلدي عادي. ممكن اخد معاه جبنه قريش او اي نوع جبنه ملح خفيف، معلقتين. وممكن اخد معاه مثلا سلطه، خيار مثلا، طماطم، جزر. ممكن اخد ربع رغيف معاه بيضه او بيضتين، طبعا ده لو ما خدتش بيض في الفطار، يعني ممكن اخد بيض بالليل. ممكن برضو ده اخد معاه طبق سلطه صغير، وممكن اخد كوبايه زبادي. دي شويه امثله كده عن وجبات عشاء تبقى خفيفه بالنسبه لكبار السن. مهم جدا ما اخدش اي مقليات بالليل، ما اخدش اكل دسم بالليل، ما اخدش اي حلويات بالليل، ان دول بيبقوا صعبين في الهضم. والحلويات كمان برضو مشكلتها ان هي بتعمل ارق لكبار السن وتوتر، وما تخليهوش ينام كويس. بالنسبه للفواكه، برضو في فواكه بتساعد على النوم، زي الاناناس بيبقى فيه مغنيسيوم، والمغنيسيوم بيساعد على النوم. زي الموز بيبقى فيه ماده التريبتوفان بتعلي الميلاتونين، ودي من الحاجات اللي بتساعد على النوم. في الكيوي برضو كويس. فالثلاث انواع فاكهه دول ممكن اخد ثمره واحده من اي نوع منهم بالليل قبل النوم بساعتين، دول برضو بيساعدوا على النوم. يفضل بلاش فواكه تانية، زي ما قلنا الفواكه بتعلي نسبة السكريات في الدم، فممكن ما تخليش المسن ينام بعمق، ويحصل توتر شوية أثناء النوم نتيجة ارتفاع نسبة السكر في الدم. في مشروبات برضو بتساعد على النوم، زي اليانسون، زي البابونج اللي هو الكاموميل، ده برضو ممكن ناخد فنجان قبل النوم بساعتين، ده بيساعد على الاسترخاء وبيساعد على النوم. القهوة والشاي ما ناخدهمش قبل النوم على الأقل 3-4 ساعات عشان ما يعملوش للمسن أرق. نشرب سوائل كتير خلال اليوم، ابتداء من قبل النوم ب3-4 ساعات. برضو خلينا نخف المية والسوائل خالص عشان ما اضطرش اصحى بالليل كتير اخش الحمام. فدي مجرد نصايح كده بسيطة ازاي اكل اكل صحي واكل وجبات خفيفة بالليل عشان بتساعد المسن على النوم. برضو الحاجات المهمة برضو من الألبان، اللبن برضو من المشروبات اللي كويسة بتساعد على النوم عشان في مادة التريبتوفان. فممكن اخد كوباية لبن دافي بالليل برضو قبل النوم، او كوباية زبادي. الزبادي برضو من الحاجات اللي بتساعد على الهضم، فممكن اخد كوباية زبادي او كوباية لبن دافي بالليل. بتمنى لكم حياة صحية خالية من الأمراض، ومستنية أسئلتكم واستفساراتكم في الكومنتس، واشوفكم في الحلقة الجاية على خير.